السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباء جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. ما صدقنا خلصنا من حكاية الإسعاف أبو خطين عشان يدخلونا في قصة حركة زيزو. إيه هي حركة زيزو؟ خليكم معانا هنتكلم فيها. بداية، الناس اللي بتتكلم عن شعبية النادي الأهلي وبتقارنها بأندية تانية سواء في مصر أو إفريقيا، بندعوهم إن هم يشوفوا الفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ويشوفوا استقبال جماهير النادي الأهلي للاعبي وبعثة النادي الأهلي في بلاد العم سام، علشان يعرفوا حجم وقيمة النادي الأهلي اللي بيشجعوا النهاردة جماهير أمريكان. في جماهير في أمريكا يا جماعة من أيام الأهلي ما كان في اليابان بيشجعوا النادي الأهلي وبيتابعوه. ده بخلاف إن شاء الله اللي هنشوفهم في المدرجات من جميع ولايات أمريكا يوم مباراة الافتتاح بإذن الله. شعبية النادي الأهلي شعبية طاغية لا يجب مجرد النقاش فيها أو حولها. طيب، ريبيرو بيعلن التحدي. ريبيرو في حوارات له مع منصات الإعلام الرياضي في أمريكا أعلن التحدي وأظهر ثقة كبيرة جدا بتسعدنا إحنا كأهلاوية. قال إن الأهلي فريق كبير وعريق وجاي للمنافسة والتأهل لثمن النهائي. اتكلم عن فريق انتر ميامي وقال إنه فريق حديث العهد، لكن بيضم 5 لاعبين من العيار الثقيل لعبوا وحصلوا على كأس العالم قبل كده مع منتخبات بلادهم، لكن باقي الفريق أعماره صغيرة. واضح جدا إن ريبيرو دارس فريق انتر ميامي كويس جدا. ريبيرو قال إن لعيبة الأهلي عندهم من الخبرات اللي خلتهم استوعبوا بسرعة فكره، وإن هم إن شاء الله هيقدموا مباريات كبيرة، وإن هو بيسعى للفوز أمام انتر ميامي عشان الفريق ياخد دفعة ويواصل المسيرة ويتأهل إلى دور ال16 بإذن الله. يعني مفيش لا خضوع ولا رجوع ولا استسلام. تصريحات ريبيرو تصريحات في محلها وبتبث الثقة في نفوس لاعبي النادي الأهلي اللي هم أساسا عندهم التحدي، لأن هم يثبتوا وجودهم. مش لأول مرة بيلعبوا في كأس العالم للأندية ولا لأول مرة بيواجهوا فرق أوروبية أو فرق من أمريكا اللاتينية. بإذن الله ربنا يوفق النادي الأهلي ويستطيع أن يحقق نتيجة إيجابية في مباراة الافتتاح ضد ميسي ورفاقه. ولما لا، لمن الأهلي ما يسعاش للفوز. الأهلي قبل كده قدم مستويات رائعة جدا، يعني أعلى مما توقع أكثر المتفائلين للنادي الأهلي. نروح لقصة وسام أبو علي. طبعا وسام أبو علي كان في اتفاق بين إدارة الأهلي والمسؤولين في منتخب فلسطين إن منتخب فلسطين اللي بيواجه الكويت لو اتغلب في هذه المباراة يبقى خرج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، اللي هي تصفيات الملحق المؤهلة لكأس العالم للمنتخبات سنة 2026، وبالتالي ما هيبقاش فيه حرص شديد على الفوز في المباراة التالية أمام عمان. وكده وسام أبو علي يقدر يسافر مع بعثة النادي الأهلي بعد انتهاء المباراة اللي دارت أول امبارح. لكن اللي حصل إن منتخب فلسطين حقق المفاجأة وقدر إن هو يفوز على منتخب الكويت بهدفين مقابل لا شيء، ووسام أبو علي هو صاحب الهدف الأول من ضربة جزاء. وبكده يبقى فرصة المنتخب الفلسطيني ما زالت موجودة، وبفوزه على منتخب عمان في المباراة القادمة يستطيع أن هو يتأهل إلى كأس العالم للمنتخبات. وبالتالي أصبح في ضرورة ملحة لوجود وسام أبو علي في منتخب فلسطين، على أساس أن هو عنصر قوي ومؤثر في الفريق، بل قد يكون هو الأهم والأكثر تأثيرا في الفريق. وبالتالي وسام أبو علي مش هيقدر يسافر إلا بعد يوم 9/6
الشهر الجاري اللي احنا فيه ده. وطبعا الاهلي هيلعب امام باتشوكا مباراة ودية يوم الحد الموافق 8. طبعا دي كانت مباراة مهمة جدا ان وسام يشارك فيها للوقوف على شكل الفريق مع ريبيرو، لكن هي الأقدار كده. كذلك الوضع بالنسبة لأليو ديانج. وسام، القصة بقى هل وسام هيشارك في مباراة الافتتاح أمام انتر ميامي ولا لأ؟ طبعا ده هيتوقف على الحالة بتاعت وسام لما يسافر. يعني هو مثلا لو سافر يوم 10 هيبقى قدامه يومين 3 قبل المباراة. طبعا حضراتكم فاهمين كويس قوي، وبقينا نعرف حكاية الساعة البيولوجية وتأثيرها. في أمريكا لما تكون الساعة هنا 12 بالليل بتبقى هناك الساعة 7 صباحا، وبالتالي ممكن حد مثلا يعني التوقيت ده بيعمل خلل في الساعة البيولوجية في حكاية الليل والنهار والنوم والاستيقاظ والانتباه والكلام ده كله. فيا ترى هيتغلب ده؟ عشان كده على فكرة النادي الأهلي سافر بدري على أساس إن هو مسألة التأقلم والساعة البيولوجية، زي ما عمل مانويل جوزيه قبل كده لما بعث النادي الأهلي، سافرت إلى اليابان مبكرا واستطاعت التأقلم وحققت أول برونزية للأهلي في كأس العالم للأندية. الأيام اللي جاية هي اللي هتقول كلمتها، وهنعرف إذا كان وسام هيشارك في أول مباراة ولا لأ. لكن على كل حال الأهلي مش هيقف على لاعب، لأن كل الاحتمالات بتبقى واردة. الأهلي ما شاء الله لا قوة إلا بالله عنده اسكواد كبير وعالي، بإذن الله يقدر من خلاله يحقق بإذن الله النتيجة الإيجابية في وجود وسام، أو إنه يلعب جزء من المباراة أو عدم وجوده أيا كان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندنا فرقة قوية جدا جدا وكلنا ثقة في النادي الأهلي. نروح بقى لمسألة يعني إيه الحركة دي؟ الحركة دي اللي كان بيعملها زيزو في النادي وهو بيلعب في نادي الزمالك لما كان بيسجل أهداف. هل في حد من النادي الأهلي اتكلم أو علق على الحركة دي؟ زيها زي كل الحركات اللي اللعيبة بتعملها في أثناء احتفالها بالأهداف، حركة ما فيهاش أي حاجة. لكن أنت لما تكون عايش في دور المظلومية ومش عاوز تفوت أي حاجة، دي قصتك. فزيزو في الإعلان المبهر، الإعلان اللي هو يعني فعلا عادية بجد، وبنحيي فريق الديجيتال في المركز الإعلامي في النادي الأهلي. زيزو في الإعلان بيعمل كده، فيطلع الإعلام الزملكاوي ويقول لك يعني إيه قصده بالحركة دي، يقصد إيه ويقصد مين. فاكرين حضراتكم موضوع الإسعاف أبو خطين حمر، إسعاف الأبيض أبو خطين حمر، اللي جعل منهم أضحوكة وخلى الإعلان يعني حصل له ترويج أكتر مما توقع الشركة اللي نزلت الإعلان. تخيلوا حضراتكم إن الشركة بتنزل إعلان وفي تارجت معين للشهرة بتاعته ووصوله للمشاهدين، يقوم حبايبنا البيض يعملوا ضجة كبيرة قوي ويقول لك يعني إيه إسعاف أبيض بخطين. الضجة دي كانت في صالح الإعلان ورفعت من شأن الإعلان، رغم إن الشركة سحبته، لكن الأهلاوية كانوا خدوا الإعلان ونشروه على كل المنصات وما زال موجود. النهاردة نفس الحركة أو نفس الكلام. هو اللي عايز يعيش في المظلومية بيشوف كل حاجة ضده. إعلان عادي جدا جدا وكلام كويس وكل حاجة، بيجي الإعلام الأبيض ويتكلم يقول لك يقصد إيه زيزو بالحركة دي. الحركة دي إذا كنتوا أنتوا عايزين تاخدوها على طريقكم، خدوها على طريقكم وتعيش يا زيزو وتجنن اللي عايزين يتجننوا وتجنن اللي عايزين يعيشوا في نظرية المؤامرة، وتعيش يا أهلي وترفع راسنا لفوق دائما وأبدا، وتسبب الجنون لمنافسيك اللي مش قادرين يلحقوك.
كل سنة وحضراتكم طيبين، ونشوفكم دائما على خير. السلام عليكم ورحمة الله.